كشفت الشاعرة الغنائية منى القيعي عن تعرضها لحالة جديدة من الإجهاد أثناء حفل زفافها على الفنان يوسف حشيش بسبب الرقص والغنى المتواصلين. وقالت منى القيعي خلال استضافتهما في برنامج معكم منى الشاذلي المذاع عبر قناة أون: قبل الزفة كانت مشكلتي إن اضطرابات القلب فوق 100 على طول، وكنا عاملين خطة كل ساعة يقعدوني ربع ساعة من غير ما حد يلاحظ، لكن الدنيا كانت زحمة وحبايبنا كتير ملحقتش اقعد، ومن فرحتي نسيت نفسي وعمالة اغني وزغرط. اضافت منى القيعي: قبل ما احمد سعد يطلع يغني وقفنا عشان فرقته تستعد، وقلت ليوسف انا تعبانة حاسة مش قادرة اقف، ودخلنا الباك ستيج وابتدى يتسحب عندي الدكتور واتنين، وكان كل خوفي وعمالة اقول يوسف مش عايزة حد يقول دي عروسة مفتكسة، عايز الناس تقول يوم حلو. وكشفت منى عدل القيعي رد فعل النجم احمد سعد عندما علم بما حدث، قائلة: احمد سعد دخل الباك ستيج وزعق ليا وشخط فيا بهزار طبعا، وقال لي انت جاية عندي وتقعي، قومي، ده اللي كنت خايف منه.